ليه بنصرف قبل رمضان والعيد بالمنظر ده؟ كانها اخر فرصه في حياتنا ان احنا نشتري حاجه. قبل رمضان الناس بتخزن اكل يكفي 3 شهور قدام، وقبل العيد لبس جديد. وحتى لو عندك سر بقى في سيكولوجيه المستهلك، تعال نفك الشفره دي مع بعض. سكارستي مايند سيت. كل حاجه هتخلص، اول ما تحس ان الحاجه هتخلص مخك بيقول لك اشتري دلوقتي يلا قبل ما تخلص. الخوف من الندره بيخلينا نصرف اكتر حتى لو مش محتاجين. زي في بدايه رمضان تلاقي ناس بتشتري سكر وزيت بكميات ضخمه جدا، ما تعرفش ليه؟ لان الاعلام والسوشيال ميديا بيعززوا فكره ان الاسعار هتولع وتزيد جدا، او ان الحاجات دي هتنقص السوق. فالعقل يستجيب ويبدا ينغزك كده يقول لك يلا خزن الحاجات دي بسرعه قبل ما تخلص. البراندات تستغل مشاعرك وانت مستمتع قوي بصراحه. عروض لبس العيد بتنزل قبل رمضان باسابيع. ليه بقى؟ لان الشركات عارفه انك هتنزل تشتري حتى لو مش محتاج. الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، بيخليك تحس انك لازم تلحق العروض قبل ما تخلص وحتى لو مش حقيقي. الاعلان اقوى تخفيضات رمضان قبل رمضان بشهرين. طب ليه؟ عشان تبدا تفكر في الشراء من بدري وتدخل في الدايلاما بتاعت الشراء العاطفي. الثالثه السوشيال بروف، الناس بتشتري يبقى لازم اشتري انا كمان بقى. دماغنا متبرمجه على التقليد، لو شفت ناس كتير بتشتري بتحس تلقائيا من جواك انك عايز تشتري زيهم. البراندات بتستغل ده باعلانات ضخمه جدا عن العروض اللي كل الناس بتلحقها. مش فجاه تلاقي كل الناس لابسه نفس الماركه ونفس الموديل كمان. دي مش صدفه، دي استراتيجيه نفسيه مدروسه. 4 عروض وهميه تلعب في عقلك. تلاقي تيشيرت ب 1500 جنيه ومره واحده عليه خصم مجنون بقى ب 899 جنيه. الحقيقه ان ده كان سعره الطبيعي اصلا، بس دماغك وقع في فخ المقارنه بسعره الاغلى. السر ان دماغك بتقارن بين سعر الجديد والسعر القديم مش بقيمته الحقيقيه، وده اسمه بقى يا سيدي انكور برايسنج اند ديكوي برايسنج. 5 ريتيل ثيرابي. ليه بنحب الشوبينج حتى لو مش محتاجين؟ الشراء بيفرز الدوبامين، هرمون السعاده، زي الاكل اللذيذ كده بالظبط. التاثير بتاعه لحظي وبعد كده تسال نفسك هو انا جبت ده ليه اصلا. زي قبل العيد بتلاقي ناس بتشتري لبس جديد حتى لو عندهم، بس عشان يحسوا بفرحه العيد وفرحه الشوبينج. وتعالى تحدي النهارده بقى، ايه اخر حاجه اشتريتها قبل رمضان او العيد حسيت انك كنت متحمس زياده عن اللزوم بصراحه؟ اكتب لنا في الكومنتات لعلنا نستفيد. كل سنه وانتم طيبين، سلام.